مساء الخير أصدقائي صديقاتي. الحقيقة عنوان الفيديو فعلا أني بعني كل كلمة من اللي حكيته، إنه المعونات لسوريا وللسوريين بالمخيمات اللجوء لازم تتوقف. طبعا الناس كلها بدها توقف. شو توقف؟ الناس بدها تموت من الجوع، ما بعرف شو دينا، ما بعرف شو دينا. طيب أعطيكم أني أسبابي أو ما لاحظته بالتغييرات على شبابنا وعلى شعبنا السوري خلال 12 أو أكثر من 20 سنة الماضية. عمليا بسوريا أكبر موظف للسوريين هو الدولة، والدولة بكل العالم مو شغلتها توظف مواطنينها، شغلتها تدير شؤون المواطنين. شغلتها توظف من أأمن ومن أكثر الناس خبرة وأمانا وشرفا، ويديروا أعمال الناس، من الضريبة، تحصيل الضريبة وتخمينها، من الشرطة ومن القضاء، من المدارس، التعليم. ما شغلتها تكون هي أم وأبو الشعب الموجود. القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للناس بأي بلد. القطاع الخاص بالشركات الكبيرة والمالتي ناشونال الدولية والصغيرة والكذا، والبياع الحمص والبياع الفلافل، هذا كله موظف. يعني شو اسمه، مو موظف، كله بيشتغل لحسابه. شلون؟ فهو هاي عمود الاقتصاد بكل العالم. لكن عندنا في عقد اجتماعي عملوا بشار الأسد، أو مش بشار، حافظ الأسد، عملوا مع خليني ما أقول طائفته، مع مؤيدينه من كل الطوائف، إنه أنا بوظفكم. شلون؟ أنتوا ظلكوا آدميين ومساكين، وطلعوا افدوا بالدم ونخوا بالرقص وكذا إلى آخره، وأنا بعطيكم بدال ما الدولة تعطيكم مثلا هاي الانمبلويمنت بنفيت، العاطل شو اسمه، تعال اشتغل، حط اسمك بوزارة ولا شو اسمه. وهاي فعلا صارت ظاهرة عجيبة غريبة بكل سوريا. يعني بتذكر كانت علينا المهندسين انه لازم تشتغل للدولة 5 سنوات. شلون؟ ما لقولناش شغل. يعني الخدمات العامة بدرعا كان في بيطلع 400 مهندس. شو بيسووا قاعدين؟ ما عندناش مشاريع يعني كافية ل3-4 مهندسين، ومع ذلك بيجي الصبح وبيجي بيسووا. والمدير ترى مدير الانشاء الاشغال العامه ولا كذا، ما يعني هو حامل هم الناس بتيجي. شلون؟ وما بده، بيعرف انه ما فيش لهم شغل اصلا. فعمليا كانت يعني بطاله مقنعه. شلون؟ العمل بالدوله. لكن المشكله وين؟ بعد عدد من السنوات الناس بتتعلم على الكسل، حتى لو هالمعاشات والرواتب ما بتخليهم اغنياء، بس خلص تعلموا عليها، تعودوا عليها. في عنا هون بنيوزيلندا وباستراليا في عنا مثل ما اقول هاي السنه 70 او 80 عائلات، احفاد، جدود، اولاد، احفاد، هذول ما طلعوا يشتغلوا بحياتهم ولا يوم. هذول قاعدين على الدوله. وطبعا طبعا ما بداش الواحد يفكر كثير وين كل الجرائم تيجي منهم، وين كل المآسي منهم، وين كل المستشفيات معباية منهم. يعني على المدى الطويل مشكلة هائلة لهم هم وللمجتمع كله. فاجت الدولة صارت هي الأم والأبو شو اسمه للمناصرين على الأقل. شلون؟ والدولة حتى تجمع تدفع لهذول العالم كلياتها. شلون؟ فصارت عمليا لئيمه الدوله، صارت بالضريبه وتحصيل الضريبه، صارت غير عادله اصلا. شلون؟ والرسوم هاي الهائله طلعوا والنزل على سوريا صارت تكلف بلاوي بس الرسوم على الخروج والدخول. يعني بسال كل المغتربين اللي كانوا ينزلوا من استراليا، يعني بحياتي ما نزلت ولا بدي وجع القلب. شلون؟
ممنوع انزل. anyway so فعملوا دراسات انه قديش الضرر هذا من جيل لجيل لجيل لجيل. لكن انا بدي اعطيكم مثل حي عن شعبنا، وببلش بالزعتري. زعتري يحوي على مئات الالاف، يعني زعتري والجار وجنبه وهذا بحث على مئات الالاف السوريين، اغلبهم عندنا من حوران. هاي المشكله. وهل الظروف الصعبة بأنه تسكن بخيمة ولا تسكن بكرفان ولا وقفت الحبل والولادة؟ طبعا لا، كله بيجي رزقه مال. فعمليا حتى هم بعز البلاوي بعدهم خلفوا الأبهات. 80% من الأبهات الموجودين غاد اللي فوق ال40 ما اشتغلوا، وصل لهم 12 سنة قاعدين على أراجيل وعلى زيارات بعضهم وعلى طق البراغي لبعضهم وعلى الإجازة. العمى واحد قاعد بالمخيم صار متجوز 3 مرات، يعني شلون صارت هاي؟ والأولاد اللي عنده هذول صفوا أداة إنتاج، مش أداة إنتاج يروحوا يشتغلوا يتعلموا مصلحة ولا يشتغلوا، لا بالسرقة بالحرم بالأسماء يحطهم بالمنظمات الداعمة والمدري شو. صارت هاي الحياة، يعني صارت حياتهم كلها الطموح تبعهم شلون. وين ال100 دولار الجاي شلون بننصب عليها منين شلون؟ وين بدهم ياخذوا هاي قناني مي ويروحوا يبيعوها بالدكان؟ وين؟ ما عارف طموح عند العالم. هاي في لي صديق بحوران مش راح اسمي وين، عنده، انا بعرف انه عنده ارض، وايام العز عمل منها مزرعه عنب وما عنب وشان، واهملها بعدين صار متعهد ومهندس مثلي شلون، متعهد وشنو، صار عنده فلوس بحب الزلمه يركب هالسياره ويعمل المسويات زيارات للعالم كلها وطالع بترنيب يعني ما بده يوجع راسه شلون، فاهمل المزرعه شلون وصرف بالحروب شلون، بالحرب هاي اللي صارت ما عادش طلعت عليه شلون. فببكي الفقر. طبعا هذا تسميع لي وانا بهمل على فكره، هاي ما بسمع يوم يقولوا لي ما عاد اسمع، لانه انا بعرف ما لهم عذر. المشكله وين؟ المشكله المساعدات عنده، لا عنده عائلته شلون اغلبها بالزعتري باخذوا من الامم المتحده، فهو مش قلقان عليهم. فقلت له ليش ما تطلع على الارض اللي عندك وتزرع؟ بده اولا مازوت عشان الترك يشتغل، وبده سماد ما فيش سماد شلون، وبده ما بعرف شو دينه، وبده ما بعرف شو. رجعت اني عم بقرا عن الحرب العالمية الثانية باليابان، عن بعد دمار اليابان. دمار انتم بتفكروا بس بقنبلة هيروشيما وناغازاكي. القصف اليومي اللي كان يصير الليلي اللي كان يصير على المدن اليابانية دمر أكثر من القنبلة النووية بعشرات المرات، مثل بألمانيا. فعمليا لما انتهت الحرب ما المخازن فاضية، ما في لا رز، وأكلهم الأساسي رز مثل الطحين عندنا، ومعاونات ما في. هاي الفرق بين المأساة السورية ومأساة اليابان، انه اليابان ما عندهم حدا يجي يعطيهم شيء مرة، بينما بسوريا عندنا كلهم بركضوا وبكل عين وقع احنا بنطالب وبنقول ما وصلنا شيء وما بيكفي، يعني شحات ومشارط. باليابان اول ما بلشوا، لانه الري انقطعت كل القساط المية مضروبة، فعمليا ما بيقدروا يزرعوا اللي بجنب النهر او جنب البحر، هاي انزرعت كلها. بس اجوا على كل الحدائق اللي بطوكيو بناغازاكي مش ناغازاكي، كانت مضروره شلون، وزرعوها الحدائق هاي، زرعوها قمح شو اسمه رز، وزرعوها خضره. اهم شغله خضره، لانه يعني قلب الشعب كله خضره على الخضره وعلى صيد السمك. فيوم بيطلع لي واحد من سوريا والله اللحم ما شفناه من سنه، الله عمرك ما تشوفه، يعني اللحم مش ضروري، عدس بداله، حمص بداله. يعني المصايب هذول كلها بتنزل علينا، ما بنقدرش نغير احنا طريقتنا بالهاي. دائما ننفجع ونفتح ايدنا للناس ونقول مش بكفي وما بعثوناش، شو بعثونا وشو ما شو وصلنا ومدري ايش. وطبعا بدهم كاش، واذا ما كاش المساعدات عم تطلع على السوق السوداء، شلون ان كانت الدوله وش اسمه مرت بشار اسد هي اللي عم تبيعه، ولا ان كان العرصات نفسهم شلون بيسرقوا قاعدين وبروحوا بيبيعوه شلون.
مثل ما حكيت بالبوست تبعي بالفيسبوك، بالمخيمات الاوليه اللي كانت بالاردن اول ما اجوا جماعتنا، ولا اكل موجود ليوم الاكل مصفر فوق بعض، اللي بدك اياه من خضره لمي، الميه هاي المعلب كله موجود، وده يشحد منك دولارات، بده ياخذ منك دولارات، تروح بدك تزور، بدك تتفقد، بدك كذا، تشوف شو ناقصهم كذا الى اخره. اول ما بقذبك على جنب وعنده اخته مدري وين وامه مدري وين، طبعا كلها قصص نصب شلون. بس ما فهمت اللي هو ايش بده يعني النعاب هذا ليش؟ اذا الاكتفاء هذا موجود، الاكتفاء يعني خلي كرامتك عزيز عليك شويه شلون، واكتفي بالموجود، وعم بيجيك ببلاش يعني، ما عم بيقولوا لك تعال اشتغل معنا باليوميه شلون وبتاكل بداله، بلاش اعطوك اياه، وهو هذا اكبر المفسده. انا برايي اكبر المفسده انه تعطي شغله ببلاش، شغلوا فيها. والمشكله العالم كله باعتبار مو مهتم للوضع السياسي عندنا بسوريا، ولا بده يغير ولا بده يقلعوا لهذا بشار الاسد سبب كل مصايبنا يعني ما على استعداد يبعث عساكر ويبعث مدري شنو. فشو بحس بالضغط بالالم وكمان بعقده الذنب، شو بيسوي؟ ببعث لكم اكل وحفاضات للاولاد وحليب للاولاد، بيسرقوها هسه ما شاء الله الفرقه الرابعه وما بعرف شو. انا رايي هذا كله غلط. رايي اذا ما انتم جعتوا رسمي ما بيطلع الجهود هاي والذكاء شلون بحل المشكله تبعكم للابد. تتعلم تزرع، تتعلم تحصد، تتعلم مصلحه، تتعلم مدري شنو، تبادل، داقش شلون. هذا اللي صار باليابان، وهذا اللي صار بالمانيا، وهذا اللي صار بصربيا، وهذا اللي صار بروسيا. اشمعنى احنا يعني على راسنا شو اسمه ريشه؟ ما بدناش ننزعج، ما بدناش نجوع. اقسم بالله العظيم اني بتحداكم شوفوا اي فيديو بيجيكم من مخيمات النازحين، ولا واحد ضعيف يا رجال، كلها جنون بكروشه وما شاء الله عنها. طب شلون هذا الجوع تفهم؟ ولك اضعف شويه، جوع لك شويه، ارفع كرامتك، ارفع راسك، روح دور على شغله فعلا تشتغل فيها تنتج فيها. اليوم عم نحول جيل كامل من الشعب السوري لمتكل لكسلان. هذول لازم بالزعتري صار لهم 12 سنه لا شغله ولا عمله على جيز الثاني والثالثه، وجوز بنتك وطلع منها مصاري، وجوز مدري مين وطلع منه مصاري. شلون هاي قاعده شغلتهم شلون بدها تجيب مصاري. اذا مقابله على التلفزيون يطلعوا يشكوا عن نظام الاسد شلون بدهم مصاري عليه. فأني رأيي إنه المساعدات هاي إلا الطبية، المساعدات هاي لازم تنمنع، لازم تنمنع. ويا سيدي اللي بيسرقوه يسرقوه شلون. اطلع دور على شغله، اطلع اتعلم الدهان، اطلع اتعلم النجاره، اطلع اتعلم شو قاعد بيسوي جدلهم طويله عريضه، شاربه بتكتف جحش، شو بيسوي بالبيوت قاعدين؟ وين شو قصه الحبل هذا اللي بضلك تحبل ويجيك اولاد ولك استحي حالك. ما من الجوع مولى لك كمان من الجوع. فلذلك أنا بتمنى على الأمم المتحدة، بتمنى على كل المتبرعين اليوم، يا أخي تبرع، شلون؟ تبرع بالإحرامات مثل ما عم بتسوي، تبرع بالأدوية شلون؟ لحليب الأطفال، بس أكل لا تبعث، ودولارات كاش لا تبعث. واللي بده يموت من الجوع هذا يعني شو بتسوي؟ بسموه الصراع البقاء للأقوى. إذا أنت مو قادر شو اسمه تعيش، لما فجأة انقطع عنك الغذاء، ما منقطع عنك الشغلات الثانية، الغذاء تموت. شو بتسوي لك؟ وفعلا مو من قلب قاسي. أنا بدي مصلحتك، اطلع اشتغل. كمان قصة تعطيه سمكة ولا تعلمه الصيد. أنا رأيي المصاري هاي بتروح على الأكل ومدري تروح على معدات، براغ هذا مفاتيح براغي مدري شو، تروح تعلم تكنيك. والله عمرك ما اكلت، اضعف بالاول. كل واحد كرشه قده،
ولحيته هالقد. البقاء للأقوى. حتى المرأة الأم الطفل لما الولد ببطنها بيكون كثير مشوه بتنفضه هي. وإذا أنت اليوم ما بتقدر تعمل شغلة تجيب لك $2 باليوم اللي يطعمي حالك وطعمي أولادك، يا الله عمرك ما تعيش. ليش أنت شو اسمه مخلفتك أمريكا ونسيتك، الاتحاد الأوروبي ونسيتك، شو اسمه السعودية ونسيتك؟ أنت اللي خلفك أبوك بالدار. إذا ما عنده أبوك يعطيك شو أنت بتطلع وبتدور بتعطي أولادك. المصائب النفسية، الأمراض النفسية اللي عم بتصيب الناس اللي قاعدة بلا شغل، الله أكبر. طبعا الفقر المدقع، شلون عدا سوء التغذية، عدا المشاكل النفسية اللي بتولدها القاعدة البطالة. وبعدين الأميت كمان نسأل اللي عند النظام. أهم شغلة سؤال عن النظام اللي صاروا معودين على الكسل وعلى البطالة المقنعة 50 سنة، وفجأة الدولة ما عاد طعميك، قاعد بيبكي وبنوح مدري شنو. طيب ما أرض طويلة عريضة عندك، عمرك 40 تقدر تتعلم مصلحة ثانية، تقدر تتعلم إذا شاطر بشغلة مثلا بحياتك كلها، مش بس سحب أرجيلة ولعب ترنيب ومدري شنو وراح على المكتب ساعتين. وبجوز هاي عقوبة من ربكم إنه قضيتوها كثير بالهمالة والسقاعة والكذا، هسه وقت الجد فرجونا شو بيطلع بيدكم. طبعا كله بده يهرب على اوروبا، على اساس اوروبا فيك تقعد مثل ما انت كنت موظف، انت قاعد ولا شغله ولا عمله اصلا وبتاخذ فلوس، نفس تجيب اوروبا. على فكره يعني العاده بكذبوا كثير، بقول لك والله 90 99% سوريين راحوا على المانيا ومدري شو كلهم بيشتغلوا. دجل هذا، دجل. الجيل الجديد اللي راح لغايه من 7 سنين وراح المدرسه وكذا، هذا فيه الخير. بس هذا الجيل القديم اللي ابن عمري بدي راح على المانيا هسه قاعد بيشتغل الماني، ما بيعرف يحكي ولا عذب حاله ولا راح المدرسه. والله يخلي له الدوله. عمته مركم كان يسموها عم تطيو قاعد كل شهر. وانا نفسي شخصيا بعرف كثير يعني، ما بدي اذكر اسماء ولا اذكر حالات مشان ما يفكروني قاصدهم. وزلمه 59 سنه اقسم بالله العظيم ما بعرف وين هذا الدفع اللي بدفعوه للعالم الموجود هنا كلنا، وانا مواطنين بحق لنا العطاله والمرض والنتيجين، والحمد لله لحد هسه لا اني ولا اولادي ولا مرتي ولا نسواني ولا بعرف اصلا شو بدي اعيش على الفلوس هاي اللي بعطوني اياها. يعني ما فهمان شلون هم اصلا بيقدروا يعيشوا على الفلوس هاي. ما عندك طموح، ما عندك تحب تروح على السينما، ما عندك تحب تلبس لك شغله، تسافر لك على اسمه مطرح تزور وكذا، توسع افاقك وكذا الى اخره. ما عندك من هذه الطموحات كلها. خلاص اللي بيجيك هذا هو اللي مكفيك يعني، شلون على حساب غيرك اللي بيشتغل غيرك بيشتغل. اني هون بالبلاد هاي بشتغل اني، لا ابعث لك هسه بالمعونات. فلذلك المعونات رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وراح اظل اعيدها، واذا يجوا يدقوا على بابي بعد اسال عن المعونه بتجوا ما عادش ابعث. كفي عندكم معونه بلاوي وصلكم، ولا تنكروش. بعرف اني شو عم بصل. ناس اللي على المعابر بتقول، واللي على شو اسمه بسوريا عم بيشتروا من الاردن بصدروا لسوريا. يعني ما عم تيجي الشاحنات بالبحر وبدي يجي هسه فكره. يلا مشان نتعلم الكسل اكثر. وكل شغله بيجي كرتونه اكل بقول لك وين المازوت؟ بده كمان مازوت؟ وين الموضوع شو؟ في واحد والله العظيم هذا ما بكذب عليكم، في واحد معلن بده شو اسمه هاي فرشات مي. طبعا فرشة المي هون حقها بال 4000 3000. استغربت بتقول ليش بدك فرشة مي؟ سألته شو وجع السفنجة؟ قال لا اللي مصاب شو مثلا شو بده مي يعني شلون، لأنه تبعت الهواء بدها دائما كهرباء. طب المي بدها دائما كهرباء مشان تتدفى. يعني هو شحاد ومشارط. وهذا اللي براسه رقم مشان بيتصل فيه بقول له بدي $400. ليش حبيبي 400$؟
اذا 100 درهم معاشكم شلون بتعيشوا فيه؟ ليش انا ادفع لك 400 درهم؟ والله في شغلات وناقصنا ودوله مدري مين ودوله طبعا احنا على فكره مشان اعرفكم كلنا بالغرب بنعرف الاسطوانه، يعني ما تتذكر. اطلع ازرع الحدائق، اطلع ازرع حديقتك البنايه تبعك، وبيع واشتري وطعم حالك. اطلع اتعلم مصلحه. الالمان واليابانيين والروس ولا ما عندهم حد اعطاهم رز، حبه رز، ومات منهم من الجوع. نعم، هاي قضاء قدر، شو بدي اسوي لك؟ أنا ما قاصد أكون قاسي، بس والله مزعوج يا أخي. ما أقول له يعني عادة إنه بتفسد المساعدات، بتفسد الناس أخلاقيا. يعني اللي عم بصير السرقات والحرمنة والبلع والطمع والمدري شنو، ما بضر قاعد الشعب كله بتعلم ثقافة جديدة، وصاروا هو ناقصه الشعب هذا يتعلم ثقافات جديدة. لذلك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يا أخي اللي فهمان يزوق حاله، يطلع يتعلم شغله، يطلع يتاجر، يطلع يزرع، يطلع يحصد، يطلع يقش، يلم شغلات يبيعها. كيف تستنى على ابواب الجمعيه ولا ابواب الجمعيه؟ معيب يا زلمه، حتى تعيش حالك. والدوله بح يعطيك العافيه. ليش يعني الناس بعدها بتلوم الدوله؟ والله ما بيعطونا، والله على 20 دولار ب 17 دولار مدري شنو. طيب مكتوب على الايطام من 10 سنين. شو بالك بتسوي كسلان وقاعد يعني بتتامل؟ يعني مثل الاسد بدوز كله بيتامل انه نرجع لقبل، نرجع للنهب المضبوط والقعده على موظفين ومدراء عامين ومتجدين لا شغله ولا عمله وعلى طق فلوس. ما راح ترجع. فدور على مصلحه خالي، دور علم اولادك، اضغط عليهم. اقول قولي واستغفر الله لي ولكم. شكرا كثير ونرجع ان شاء الله شيء مؤلم اللي عم يتفرج عليه، شيء مؤلم. بس اني رايي يوقفوا المساعدات، يوقفوها اللي بده يموت من الجوع موت. بس مساعدات طبيه وش اسمه وبطانيات وشغلات هاي بس يضيفوا عليها معدات. يتعلم المواطن يفك ويسوي سمكري ويصير كهربجي ويصير مدري شنو، بكفي. يلا صديقاتي نلتقي قريبا، باي.